بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحباب في الله، موضوعنا النهاردة هو رؤية أكل البطاطس في المنام. أكل البطاطس في المنام. عند رؤية الفتاة العزباء أكلها للبطاطس في منامها، هذه الرؤية دليل على أن هذه الفتاة بتعاني من ضغوطات نفسية كثيرة. إن كانت هذه البطاطا أو البطاطس حلوة، فهذه الرؤية دليل على سماع أخبار سعيدة لها في الأيام القادمة بأمر الله تعالى. أما بالنسبة للمتزوجة، فترمز هذه الرؤيا بالنسبة لها إلى زوال همومها وتغير حياتها للأفضل. زوال الهموم وتغير الحياة للأفضل بالنسبة للمرأة، وكذلك أيضا عند مين؟ عند الرجل المتزوج. طب ما تفسير البطاطس المطبوخة في المنام؟ تفسير البطاطس المطبوخة في الحلم أو في المنام دليل على كل ما فيه خير للرائي. فقد تكون الرؤيا إشارة لصاحب المنام على تخلصه من أي علاقات مزعجة كانت في حياته، وتشير أيضا إلى التخلص من الهم والتخلص من الكرب الذي كان يسيطر على حياة الرائي. كما تدل هذه الرؤيا أيضا على التحول الجذري والتغير الإيجابي الذي سيعرفه الرائي صاحب المنام في الأيام القادمة بأمر الله تعالى. هناك تغيرات ستطرأ في حياته، وهذه التغيرات ستكون تغيرات إيجابية، تغيرات للأفضل للأحسن، انتقال حياته 360 درجة تختلف عن الحياة الواقعية، حيث إن كان يعاني من هموم، يعاني من كرب، أو يعاني من أزمات، سيخرج من هذا كله وتتغير حياته للأفضل في الأيام القادمة بأمر الله تعالى. ده بالنسبة للبطاطس اللي هي المطبوخة. أما البطاطس المقلية، تفسير البطاطس المقلية في المنام قد تختلف رؤياها عن أكلها. فرؤية البطاطس المقلية في المنام بترمز للمشاكل وبترمز للتعب، مشاكل ومتاعب بتصادف صاحب المنام في الأيام القادمة في حياته، سواء كان الرائي رجل أو امرأة، شاب أو فتاة. الرؤيا عندما يرى البطاطس المقلية بتعني أن هناك أيام قادمة تحمل له بعض المشاكل والمتاعب. أما عندما يرى الرائي أنه يأكل البطاطس المقلية في منامه، فهذه الرؤيا بترمز إلى النقلة النوعية في حياة الرائي، والتي تبشر بكل الخير والرزق، وتبشر بالسعي في طريق الصواب، وتبشر بعيش الحياة بمتعة وراحة أكبر في الأيام القادمة بأمر الله تعالى. إذن رؤية البطاطس المقلية رؤية غير محمودة نهائيا، لأنها تعني هم وكرب، وتعني مشاكل وصعوبات تواجه الرائي. أما لو رأى الرائي أنه بيأكلها، فهنا بيتخلص من هذه الهموم، يتخلص من العواقب، يتخلص من أي أمر يعيق الحياة معه بأمر الله تعالى، وسوف يقدم على حياة يملأها السعادة ويتمتع فيها براحة كبيرة، وسيأتي إليه خير ورزق يكون قادم في الأيام اللي جاية بأمر الله تعالى. وهذا ما أردت أن أبينه لكم. أخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.